الاختراعات التي اكتشفت بالصدفة. 1. الميكروويف. بيرسي سبنسر. أثناء عمله على أجهزة رادر لاحظ سبنسر أن قطعة الشوكولاتة في جيبه قد ذابت، فاكتشف قدرة الموجات الدقيقة على تسخينه، مما أدى إلى اختراع فرن الميكروويف. 2. كوكاكولا. جون بيمبرتون. كان في الأصل مزيجا لعلاج الصداع، لكنه امتزج بالخطأ مع الصودا، ما أدى إلى ظهور كوكاكولا التي أصبحت واحدة من أشهر المشروبات في العالم. 3. الأشعة السينية. فيلهلم رونتجن. أثناء تجاربه لاحظ رونتجن أن أشعة الكاثود أظهرت عظام يده، مما أدى إلى اكتشاف الأشعة السينية التي أحدثت ثورة في المجال الطبي. 4. الديناميت. ألفريد نوبل. أثناء محاولته جعل النيتروجليسرين أكثر أمان سكب المادة بالخطأ على الطين، مما أدى إلى تكوين مادة شديدة الانفجار، وهكذا تم اختراع الديناميت. 5. رقائق البطاطس. جورج كوروم. اشتكى أحد الزبائن من أن البطاطس المقلية سميكة جدا، فقام الطاهي جورج كوروم بتقطيعها إلى شرائح رفيعة وقلاها بإصرار. لم يتوقع أن يعجب الزبون بها، وهكذا ولدت رقائق البطاطس. 6. النار. قبل أن يتعلم البشر إشعال النار عمدا، تم اكتشافها بالصدفة بسبب ضربات البرق أو الانفجارات البركانية، وكان هذا الاكتشاف نقطة تحول كبيرة في تاريخ البشرية. تظهر هذه القائمة أن العديد من أعظم الاكتشافات في التاريخ جاءت بالصدفة، فالعلم والابتكار أحيانا يولدان من خطأ أو حادث غير متوقع. من يدري، ربما تكتشف يوما ما اختراعا عظيما عن طريق الصدفة.